اتكلمنا قبل كده ان اهم حاجة في تكوين الجمل ان انا بجيب الفاعل وبعدين بجيب فعل وبعد كده باقي الجملة بتاعتي. طيب اتفقنا برضو ان انت لما تيجي تقول هو ولد، بقول هو يعني هي، ولد يعني a boy. وقلنا بيكون عندي مشكلة هنا ان مفيش فعل في الجملة. انا بقول هو ولد مفيش فعل، وطالما مفيش فعل بضطر ان انا اجيب verb to be، لا اما am او is او are. فهو مفرد يبقى هي، ياخد is يبقى he is a boy. طيب كان في جمل كتير برضو بدأنا نعملها. هو ولد he is a boy، هي بنت she is a girl، إنها قطة it is a cat، هم سعداء they are happy، نحن سعداء we are happy، أنت طويل you are tall، وأنا سعيد أو أنا أحمد I am happy أو I am أحمد. ده كان جزء مراجعة كده على اللي فات. وبرضه قلنا لو عايز تنفي بحط كلمة not بعد am أو is أو are. فأنا لست أحمد، أنا مش أحمد، فأقول I am not أحمد، أنا مش أحمد. هو ليس طويل يبقى he is not tall، he isn't tall. نحن مش مبسوطين يبقى we are not happy، we aren't happy، احنا مش مبسوطين. تمام كده احنا عرفنا ازاي نكون الجملة. بجيب فاعل وفعل، ولو مفيش فعل بجيب verb to be am و is و are، وبعد كده بكمل باقي الجملة. وبعرف ازاي انفي، ازاي اقول مش حلو مش طويل مش احمد مش حزين. اللي هو النفي بنحط كلمة not بعد am و is و are. ناقص معايا السؤال، ازاي اعمل سؤال. والموضوع ده سهل جدا جدا. احنا من شوية قلنا هو ولد he is a boy. طيب لما اجي اعمل سؤال بهل، هو بقول لك هو ولد، لا انا عايز اسأل بقى اقول هل هو ولد؟ طب هي بنت، عايز اعمل سؤال هل هي بنت؟ طب هو احمد، هل هو احمد؟ طيب لما اقول لونه اصفر يبقى هل لونه اصفر؟ اللي هو هل بقى انا عايز اقول هل كذا. طيب ونفترض ان انا عندي هو ولد he is a boy، عايز اعمل سؤال. قال لي السؤال بسيط جدا، طالما في am و is و are حطهم في الاول. بس كده؟ بس كده. ازاي يا سيدي؟ يعني انت قصدك لما انا اجي اقول he is a boy، لو عايز اعمل سؤال احط is في الاول تبقى is he a boy كده السؤال؟ كده السؤال. بس كده. طيب لو she is سارة، لو عايز اعمل سؤال احط is قبل she تبقى is she سارة كده السؤال بتاعي؟ كده السؤال بتاعي. بس كده. يبقى ايه اللي بيحصل في تكوين السؤال بتاع verb to be؟ باخد verb to be اللي هو am و is و are واحطه في الاول مع الفاعل بعده على طول. يعني انت كنت بتقول I am، لا في السؤال هيبقى am I. طيب كنت بقول she is، في السؤال هتبقى is she. كنت بقول you are، طب في السؤال هتبقى are you. طب كنت بقول they are، طب في السؤال هتبقى are they. بس كده. يبقى أنا في تكوين السؤال بتاعي مع verb to be اللي هم الأفعال المساعدة بتوعي am و is و are، أفعال مساعدين هيساعدوني في السؤال بتاعي، يبقى اسمهم أفعال مساعدة. ليه؟ هيساعدوني في السؤال، هيساعدوني في تكوين السؤال. إزاي؟ بحطهم في الأول أعمل بهم السؤال. يبقى هنحطهم في الأول، يبقى am و is و are في الأول. طيب تعالى بقى نشوف تمارين بشكل تاني. هنا جايب لي اختياري وبقول لي هتحط لي am او is او are. طيب هو عايزهم فين دول؟ اول حاجة يبقى ده سؤال. طيب احنا عندنا قاعدة ماشيين بيها، الام عايزة الاي، والاز عايزة هي وشي وات والمفرد، والار عايزة الجمع اللي هما يو و they، وعرفنا دول. فكل اللي عليك انت هتشوف اللي ناقص وتحطه. طالب منك am و is و are يبقى هبص على اللي بعدهم. لو طالب مني am أو is أو are في الأول يبقى أنا هبص على
اللي بعدهم زي اللي موجود معايا كده في السؤال اهو، السؤال الاولاني. طيب هنحله ازاي؟ قالك انت بتقرأ اهو، تعال نقرأ كده. بيقول لي am او is او are، ده اللي ما بين الاقواس، هختار ما بينهم. طب بص هنا كده بيقول لي هي ده ايه؟ ده مفرد صح؟ طب والهي والشي والات بيروحوا لمين؟ للإز، يبقى الحل بتاعها هيكون is. بس كده تمام. in the bedroom، طبعا am و is و are معناهم هل، يبقى هل هو في غرفة النوم؟ هل هو قاعد في الأوضة؟ طيب تعال نشوف التانية بيقول لي no، اتفقنا ان no نفي، لا يبقى عايزة نفي شبهها. انت تلقائي مفيش شبه هنا خالص، نفي غير isn't. طب ليه isn't؟ عشان هي مفرد، يبقى هي لا اما is لا اما isn't. لو كانت yes تاخد is، ولو كانت no يبقى isn't. اللي بعدها كاتب لي منها هنا yes، حلو قوي. طيب yes دي هل باقي الجملة بتاعتها يكون فيها نفي؟ لا ما يكونش فيها نفي. مين اللي بيجي مع النفي؟ no، يبقى دي غلط صح. فضل عندي is و are على حسب الموجود. she مفرد يبقى is. تمام. اللي بعدها بدأ بمين؟ ب are، يبقى اللي هيجي بعد are أكيد حاجة جمع. he و she دول غلط، ليه؟ لأن الاتنين مفرد، يبقى you هي الإيه؟ اللي تنفع معايا. طيب no أول حاجة هتعملها إيه؟ طالما no يبقى أول حاجة لازم يكون في not، لازم يكون في نفي، يبقى is غلط. دي فيها نفي ودي فيها نفي، فاختار من الاتنين. طيب ده مين؟ I، و I تاخد am، يبقى am not. تمام. اللي بعدها 6 جايب لي are، are دي جمع، يبقى عايزة جمع زيها. هي مفرد وشي مفرد، يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى مين اللي معايا؟ you. طيب is مفرد، يبقى عايزة بعدها مفرد. you جمع و they جمع، يبقى مين الحل؟ هي. طب اللي بعدها نحلها كده، نحل 8 و9 و10 و11 بسرعة. نوقف الفيديو نحلهم وبعد كده نيجي نراجع الإجابات. طيب نكمل بقى ونشوف الإجابات اللي انتوا حلتوها. بقول لي هنا am أو is أو are، حاطين في الأول يبقى هل يبقى اللي بعدهم على طول، اللي بعدهم ده مين؟ they جمع، و am بتيجي مع I، وهي وشي وإت مع الإز، لكن you و they بيجوا مع الآر، يبقى الحل بتاعي مين؟ الآر. اللي بعدها is، يبقى عايزة لا إما هي لا إما شي لا إما إت، أو اللي بيعودوا عليهم بقى المفرد. طيب هنا شي وهنا هي وهنا ات، ده التلاتة جايين ايه ده؟ السؤال ده غلط ولا ايه؟ لا مش غلط، كمل كده. أكات، اتفقنا ان شي عايزة بنت وهي عايزة ولد، وات الغير العاقل، هما غير الولاد والبنات. القطة غير عاقل، يبقى الحل بتاع اللي ينفع مين؟ ات، رغم ان التلاتة مفرد وإز بتاخد مفرد، بس هنا حدد لي قطة، يبقى لازم حاجة تيجي مع القطة، يبقى ات. طيب إز، يبقى أنا عايز هنا مين؟ عايز مفرد. شي مفرد وهي مفرد وإت مفرد. طب أنا هعرف منين؟ من اللي بعدها a girl. girl يعني بنت، يبقى أنا عايز حاجة بتيجي مكان البنات. مين اللي بيجي مكان البنت؟ هي she، يبقى she. نفس الفكرة بتاع نمبر 9 9 am is و are معناهم هل، يبقى نبص على اللي بعدهم she مفرد وشي يبقى is. تمام. الباقي ده واجب، دول ايه؟ يتحلوا واجب. الافعال المساعدة دول كلهم بلا استثناء، كلهم اي واحد فيهم يجي في الاول كده في اول السؤال يبقى معناه هل، يبقى معناه هل. اي فعل مساعد يجي في الاول يبقى معناه هل. ادي هل، يبقى از هنا معناه هل. هل ايه؟ هل هي يعني ايه؟ هو. هل هو ايه؟ احمد. هل هو احمد؟ لو انا سألتك سؤال زي ده وقلت لك هل ده احمد، ينفع تقول لي كان ماشي امبارح؟ ينفع تقول لي ده هو خرج مش عارف ايه؟ لا اما هتقول لي ايوه او لا. يبقى دي اول حاجة نكتشفها، ان is واللي شبهها بقى الافعال المساعدة كلها معناها في الاول ايه؟ هل. والرد عليهم بيس او نو. يعني قلت لك هل ده كتاب، لا اما تقول لي ايوه لا اما تقول لي لا. لو قلت لك هل ده باب هتقول لي ايوه او لا. هل ده لون احمر هتقول لي ايوه او لا. يبقى اول ما هنسمع هل نعرف ان الاجابة عليها نعم او لا. يعني نعم ولا. نعم يعني yes ولا يعني no، وبنعمل هنا ايه؟ كوما قبلها كده.
تمام. يبقى عندي is جاي في الاول، ده is دي فعل مساعد، اي فعل مساعد بيجي في الاول معناه هل، الرد عليه بيس او نو. طيب انا عايز ارد بقى. yes is he احمد، هتقول ايوه هو، يبقى he is. ايه ده اتحلت ازاي دي؟ بص يا سيدي، is he تبقى he is في الاجابة، يبقى yes he is. طيب عايز اقول no، كده خلصت؟ كده خلص. no هقول no ايه، نفس النظام، is he تبقى he is. تمام. is he تبقى he is، بس no هنا قالك بتحب حاجة جنبها كده اسمها not، اللي هو النفي، ما بتيجي تنفي بتقول not، يبقى no he isn't. عرفنا السؤال ده؟ مش فاهمينه أول، تعال نشوف اللي بعده. is she short. is دي فعل مساعد جاي في الأول، يبقى معناه هل. هل هي short يعني قصير، يبقى هل هي قصيرة؟ هنرد نقول ايه سؤال بهل، يبقى الرد بيس أو no. طيب عايزين نرد بقى. هل هي قصيرة؟ هتقول أيوة هي قصيرة. is she تبقى she is. كل اللي احنا بنعمله بنبدل الاتنين دول. no ايه she is وزود النوت اللي هي بتاع النفي، يبقى she isn't. طيب are يعني are دي فعل مساعد جاي فين في الأول معناه هل، الرد عليه بيس ونو. طيب يبقى هترد مرة بيس ومرة بنو، يبقى are we happy. are هل، we نحن happy سعداء. تمام. طيب yes هنقف بقى طبعا عشان دي are واللي فوق كانت is، صح ولا اي حاجة، هي are we تبقى we are. هنا no are we تبقى we are. ايه ده بقى؟ طيب نقف كده، لا ما تقفش not برضه، مع no هتزود not. سواء بقى are سواء is سواء does سواء do كلهم شبه بعض. تعال نكمل. are you sad. تعال نشوف كده. are you sad. are في الأول معناها ايه؟ معناها الرد عليها بيس ونو، ادي يس، وهنا هنقول نو. نقف هنا بقى. لما حد يقول لك are you sad يعني هل أنت حزين، هترد تقول له ايه؟ احنا كنا هنا فوق بنقول are we كانت بتنزل we are. is she كانت بتنزل she is. ليه؟ لأن لما حد يقول لك هل هي قصيرة كنت بتقول أيوة هي قصيرة. هل نحن سعداء؟ أيوة نحن سعداء. هل هو أحمد؟ أيوة هو أحمد. فأنت السؤال كنت بترد بنفس الشخص، يعني أنت بتقول هل ده أحمد؟ أيوة ده أحمد. هل هو عمار؟ أيوة هو عمار. هل هي حزينة؟ أيوة هي حزينة، صح. لما تيجي هنا بقى، هل أنت حزين؟ حد بيسألك هل أنت حزين، هترد تقول له أيوة أنت حزين؟ لا ما ينفعش. لما حد بيقول لك أنت اسمك إيه، بتقول له أنا اسمي كذا. يبقى اللي بيقول لك أنت بترد عليه تقول له أنا. أنت مين؟ أنا أحمد. تمام. أنت حزين؟ لا أنا سعيد أنا. يبقى عندك لما حد يقول لك يو أنت، بترد عليه تقول I، يبقى يو بتتحول I. طب و I تتحول يو. يعني أنا عايز أقول مثلا هل أنا باين عليا إن أنا خايف؟ هل باين عليا إن أنا خايف؟ أنا هيرد يقول أيوة باين عليك أنت إنك خايف، صح. يبقى يو تتقلب I و I تتقلب يو. طيب يس، يبقى دي نزلت هنا كده. طيب خلي بالك بقى، احنا هنا كنا بنقول ار لان ار بتيجي مع اليو مع الجمع. اي بقى هل هتاخد ار برضو؟ لا مش هتاخد ار. امال هتاخد ايه؟ هتاخد اللي هي كانت صاحبتها واختارتها اللي هي خدنا بالنا من دي. هنجيبها تاني دلوقتي ما تقلقوش، اللي مش فاهمها هنقولها تاني. no you are you. انت هترد تقول انا، يبقى you تنزل I. ار تنفع مع الاي هنا؟ لا مش هتنفع، هتنفع معاها الام. تمام كده، ده الاختلاف اللي عندي بس. انما وي نزلت وي، شي نزلت شي زي ما هي، هي نزلت هي زي ما هي، مفيش فيها مشكلة. تمام. بعد ما نخلص مذاكرة الدرس ده كامل ونراجع على اللي فات، نبدأ نحل كل التمارين دي بقى